الناصر محمد بن قلاوون توفى 741 هجرية، وحصل بعد كده فترة كلها صراعات وكلها فتن في مصر المملوكية، وحصل تنافس ما بين أبناء السلطان ناصر محمد بن قلاوون على السلطة. الشاهد في الموضوع أن هذا الأمير نأب نفسه عن الصراعات في هذه الفترة، لذلك بعد ذلك وجدنا أن هذا الأمير بدأ يأخذ نجمه في العلو وفي الارتفاع في هذه الفترة بعد كده في عهد الناصر أحمد ابن السلطان ناصر محمد بن قلاوون. وده كان حاول بقدر الإمكان أن هو ينقل عاصمة الدولة المملوكية إلى منطقة القرق أو مدينة القرق في بلاد الشام. وجدنا أن هذا الأمير لعب دور كبير جدا في هذه الفترة، لدرجة أن السلطان ناصر أحمد حاول بقدر الإمكان يقرب هذا الأمير منه بشكل كبير جدا، وأنعم عليه في هذه الفترة بوظيفة وتعتبر يعني من أجل الوظائف أو تعتبر في المرتبة الثانية بعد السلطان في هذه الفترة، بقى نائب للسلطنة. عينه في وظيفة نائب السلطنة بدل من الأمير تشور. علاقته كانت إيه بكبار رجال الدولة في الوقت ده؟ علاقته كان محبوب جدا هذا الامير، حتى في الصفات اللي وجدتها في المصادر التاريخيه اللي اوردها ابن تغرباردي الاتابكي وغيره من المؤرخين زي المقريزي وبيبرس الدودار وغيره من المؤرخين، قالوا ان هذا الامير كان عفيف عن اموال الرعيه، ما كانش بياخذ اموال الرعيه، بالعكس ده كان اي فرد من المماليك او اي شخص من عامه الناس كان بيطلب طلب من هذا الامير كان بيساعده كان بيلبي هذا الطلب. نعم. وكان يعني محبوب جدا من عامة الناس في هذه الفترة، بدليل المنشآت اللي موجودة لحد النهاردة، ودي كانت بتعتبر منشآت خيرية لعموم المصريين في هذه الفترة. هذا الأمير علاقته توطدت بالسلطان ناصر أحمد، ولكن برضه عايز الفت انتباه المشاهد هذه الفترة كانت فترة كلها قلاقل وفتن واضطرابات. تولى من بعد ناصر أحمد الصالح إسماعيل في هذه الفترة. الصالح إسماعيل استقدم هذا الأمير للقاهرة، وبدأ بقى ينعم عليه بالعديد من الهدايا والنعمات اللي كانت موجودة في هذه الفترة، وأعاد هذا الأمير لحاجة الدولة في هذه الفترة إلى نيابة طرابلس، عينه نائب لمدينة طرابلس وفي بلاد الشام، وظل في مدينة طرابلس حوالي ما يقرب من سنتين تقريبا. وفي هذه الفترة قدر ان هو يعني بسياسة حكيمة جدا يعيد الأمن والأمان لبلاد الشام في هذه الفترة. الفترة الخاصة بالسلطان الصالح إسماعيل، هذه الفترة كان هذا الأمير يعني نجمه بدأ يتلألأ أكتر، وخاصة أن هذا الأمير برضو في حادثة مهمة جدا يعني أنا حابب ألفت انتباه المشاهد إليها، أن هذا الأمير هو صهر السلطان ناصر محمد بن قلاوون، فهو أحد أفراد البيت القلاووني، يعني ده برضو لعب دور كبير جدا في زيادة نفوذ هذا الأمير. هذا الأمير الزواج نفسه الاجتماعي سواء كان ليه أغراض سياسية أو غيره، ده أعطى الأمير يعني شكل كبير جدا من القوة والنفوذ في الدولة، وبدأ يظهر على الساحة كصاحب الحل والعقد في هذه الفترة. واحنا بنتكلم برضو ان هذه الفترة كان فيها أمراء كبار، يعني هذه الفترة كان فيها الأمير كوسوم الناصر الساقي، وكان فيها العديد من الأمراء وأدغمش وغيرهم من الأمراء، ولكن هذا الأمير نأب نفسه عن هذه الصراعات وكمل مشروعه. هذا الأمير كان ليه مشروع مهم جدا ان هو يعمل منشأة كبيرة جدا متكاملة في مدينة القاهرة غير المنشآت الأخرى اللي كانت موجودة عندنا. هنتطرق طبعا ليها بالتفصيل، بس نروح لفكرة بناء الجامع الأزرق اللي يعتبر من أهم المنشآت الموجودة، وليه اتسمى بهذا الاسم دكتور أحمد؟ المنشآت اللي شرع هذا الأمير في إنشائها كان من أشهر هذه المنشآت كان الجامع الأزرق، والجامع الأزرق موجود في القاهرة في منطقة الدرب الأحمر. الدرب الأحمر برضه حابب ألفت انتباه المشاهد، هذا المكان سمي بهذا الاسم. في لغط كتير جدا وفي آراء كتير جدا حول تسمية الدرب الأحمر بهذا الاسم. البعض بيقولوا إن محمد علي أثناء مذبحة المماليك 1811 الدماء سالت فالأرض كلها تحولت إلى اللون الأحمر، فلذلك المنطقة كلها سميت باسم الدرب الأحمر، ودي تسمية خاطئة طبعا. بعض المؤرخين وبعض الكتب بتتكلم برضه بتقول ان هذه المنطقه كانت مشهوره جدا بصباغه الاقمشه باللون الاحمر، لذلك المنطقه نفسها اخذت التسميه من صباغه الاقمشه باللون الاحمر، الصباغه او الدباغه في هذه الفتره. بعض الكتب وده الارجح للصواب اللي هو الخاص بالصباغه او الاقمشه، ولكن في اراء اخرى بتتكلم برضه ان هذه المنطقه كان بيمر منها الجمال الحمر، فاحنا في عندنا اراء كتير جدا يعني تسمى بسببها الدرب الاحمر. ولكن الشاهد ان هذا المسجد يقع في منطقه حي الدرب الاحمر منطقه باب الوزير، وباب الوزير برضو التسميه برضو هنا على اسم الوزير اللي اتى من بغداد بن شروين. الكلام ده كان فتره دوله المماليك البحريه، وهو اللي عمل الباب ده، هو اللي بدا ان هو يفتح هذا الباب، عشان كده اخذ تسميه. المسجد بيقع يعني احنا بنتكلم برضه بالقرب من القلعه. لو حب حد من الساده المشاهدين ان هو يزور هذا المسجد الفريد، طراز فريد جدا. ابرز السمات المعماريه ايه دكتور احمد؟
ابرز السمات المعماريه ان هذا المسجد يعني التسميه بتاعته في عندنا اكتر من تسميه تطرق ليها بالتفصيل